مفهوم العنف بالمجتمع، بالدولة، بالحياة. فهذا العنف الممارس من قبل الذهنية الذكورية، وخاصة عنف ممارس بمواجهة المرأة ضد المرأة، بيتم مناقشته وبيتم ممارسة نشاطات خاصة للقضاء على العنف وإنهائه. فالعنف بمفهومه أو أشكال العنف يعني هي ممارسات وسلوكيات تمارس من قبل جهة معينة، خاصة من قبل الرجل بمواجهة المرأة، بمواجهة الطفل، من قبل الدولة، من قبل النظام، بمواجهة المجتمع بأكمله. بالتالي يعني الظروف اللي تؤدي، العامل اللي يؤدي إلى ظهور العنف نقاشه مهم جدا. يعني شو هي أسباب هذا العنف، أو شو شكل ممارسات العنف هذه؟ العنف له أشكال. في عنف جسدي، في عنف ذهني، في عنف نفسي، في عنف جنسي. فهاي الممارسات أو هي أشكال العنف يمارسها الرجل بمواجهة المرأة، بالتالي هذا بيكون له تأثير على المجتمع بالكامل. لذلك يعني نحن لما بدنا نحلل ونقيم الوضع بالمجتمع بأكمله، بنشوف إنه هاي الممارسات منتشرة بشكل واسع في كل أرجاء العالم. بكل دول العالم العنف ممارس. فنحن بنشوف حاليا الحروب المنتشرة بدول متعددة من العالم هي نتيجة السياسات اللي يمارسها النظام الحاكم، يعني النظام العالمي اللي بيعتمد على الحروب لتحقيق عمليات الاحتلال والاستعمار وإلى ما هنالك من أساليب السيطرة على مجتمعات أخرى، على دول أخرى، التعدي على حدود دول موجودة. فهذا العنف ممارس من قبل أنظمة حاكمة. بالتالي العنف موجود بقمة النظام الهرمي، واللي تسبب بتأسيس هذا النظام هي الذهنية الذكورية، بمعنى أنه يعني العنف بالكامل مصدره هو الذهنية الحاكمة، الثقافة الموجودة. فلما من الصغر يعني ضمن الأسرة لما بيكون في أساليب وتمييز بتعليم الجنسين، بمعنى أنه الثقافة اللي تربى عليها الفتاة البنت الصغيرة تختلف عن الثقافة اللي بيتم تربية الطفل الذكر على أساسها. فالذكورة الرجل يعني ثقافته تختلف، انه هو الحاكم، هو المسيطر، هو المالك، هو كل شيء في الحياة. اما المرأة الفتاة هي التابعة للرجل وهي الملك للرجل. بالتالي يحق للرجل ان يتصرف كما يشاء ويمارس شتى انواع الاساليب اللي تضطهد المرأة واللي تسلبها إرادتها وفكرها. بالتالي حتى تصل إلى ممارسة العنف الجسدي والجنسي بمواجهة المرأة. لذلك فالتمييز بالتربية بين الجنسين يؤدي إلى ظهور ثقافة منتشرة بالمجتمع بأكمله، ألا وهي ثقافة العنف. لذلك بنشوف اغتصاب النساء، قتلها، الزواج القسري، إلى ما هنالك ممارسات موجودة يمارسها الرجل بمواجهة المرأة. فخاصة مثلا بالمؤسسات العسكرية لما بيتم استخدام السلاح بدون ما يكون في إيديولوجيا تحكم هذا السلاح، بالتالي ينتشر العنف
بشكل فظيع. وهذا ما عشناه نحن بأثناء الأعوام الماضية خلال ظهور الثورة ب 2011 لحتى الآن. الفصائل اللي ظهرت باسم الثورة استخدمت السلاح بدون ما يكون في إلها إيديولوجيا معينة، بدون ما يكون في إلها استراتيجية، بدون ما يكون إلها هدف. بالنتيجة شفنا أنه استخدام السلاح والقوات العسكرية والعسكري تحول إلى مارد وتحول إلى ديناصور. بالمجتمع تزداد جرائم القتل ضد النساء. هون مثلا بنشوف مثلا بعشيرة معينة بنت انتحرت. ليش انتحرت؟ هي اسم انتحار، لكن هي فعلا انتحرت. شو سبب الانتحار؟ من راسها هيك يعني هيك على كيفها حبت تروح تنتحر وراحت تنتحر؟ بالتأكيد لا. في ظروف معينة من العنف تتعرض لها الفتاة في المنزل حتى تتجه نحو الانتحار، لأنه ما بتلاقي طريق الخلاص. فهذا العنف ممارسة إما من قبل أخوها أو من قبل أبوها أو من قبل زوجها أو من قبل العشيرة نفسها أو من قبل الأسرة. فالعنف مو بالضرورة يكون جسدي. والعنف الجسدي موجود معروف، بيتم ضربها تعذيبها بشكل يومي. لكن في عنف نفسي، ضغوطات نفسية تتعرض لها الفتاة في المنزل. بالتالي الفتاة لما ما بتلاقي طريق الخلاص، فإذا بدها تهرب من البيت مصيرها القتل، وإذا بدها تبقى كمان عذاب بشكل يومي ولحظي في كل دقيقة وثانية تتعرض للعنف النفسي. بالتالي هي تعيش الموت، بتموت يعني بالبيت، هي عايشة لكن ميتة بدون ما يشعر بها أفراد الأسرة، الأخ والأخت والبنت والأم، بدون ما يشعر فيها بلحظة من اللحظات بيقولوا انتحر. وفي أشكال أخرى تسمى الانتحار لكن بالأساس بيتم قتل تحت مسمى جرائم الشرف. إنما بيقولوا إنه والله نحن نظفنا شرفنا. بيعملوا مسرحية بيقتلوها وكأنه البنت راحت انتحرت، فجروا جرة الغاز، صار في حريق بالبيت والبنت ماتت. يا حرام، بالأساس مو هي اللي عم ترتكب هاي الجريمة، مو هي اللي عم تنتحر، في جهة عم تقتلها وبالنتيجة جرة الغاز تنفجر والبنت تموت تحت مسمى جريمة الشرف يعني. وفي هاي جرائم الشرف المكشوفة المعلنة، بتتحد العشيرة بالكامل على هاي البنت اللي بيجوز انه هي ما إلها ذنب فيه. فبدون الكشف او حتى التعلق بموضوع ذرية المرأة انه هاي الشرف وهاي كل شيء، بالتالي بيتم قتلها. هاي كلها نتيجة ذهنية الذكورة والذهنية اللي بنت نفسها على أساس العنف، الذهنية المبنية على أساس العنف. أي نحن عم ندعي الديمقراطية، عم ندعي الحرية، المساواة. مثلا بيتم معاقبة المرأة ما بيتم معاقبة الرجل في أي جريمة ممكن ترتكب مثلا. وصارت هون بعض المحاكم اللي تم محاكمة الرجل فيها مثلا المجتمع عفى عنه في بلاتفورمات مجتمعية. واحد قتل امرأة، قتل زوجته، بيحكموا عليها 3 سنين. هي جريمة مرتكبة 3 سنين. شو
شو هي الأسباب اللي تؤدي من الرجل أن يقتل زوجته؟ ما هي الأسباب؟ بجوز هو مريض نفسي، ما هو مريض لكن اشتبه، شك بأنه زوجته عم تخون، شك منه، لكن بسبب الأزمة المادية الموجودة بالأسرة رجل قتل زوجته وأطفاله كلياته وبعدين قتل نفسه، انتهى. فبهيك حالات لازم نكون واعيين لهالأمور. بزمن الحروب من الطبيعي انه يكون في نقص مادي، يكون في احتياج، يكون في يعني هاي حالة طبيعية، لأنه الحياة ما عم تمشي بشكل طبيعي. في حصار سياسي واقتصادي، في دائما تهديد بالحروب. يوميا تركيا مثلا عم تقول بدنا نضربه، بدنا نضرب، نحن جايين ونحن جايين. فهي التهديدات لوحدها بتأثر على نفسية الكثير من الناس اللي عايشين بالمنطقة، فبيعتقدوا انه تركيا جاية وبدها تقتلنا ومعركة ثانية وإلى ما هنالك. مجرد التفكير بهذا المنطق يؤدي إلى ظهور تصرفات وسلوكيات غير طبيعية مع الإنسان. لذلك يعني أنتم كمان مؤسسة أمنية، ومسؤوليتكم الحفاظ على أمن الداخلي لهذه المنطقة. يعني الأسرة هي مسؤوليتكم، الأسرة، النيابة والمحاكم، إضافة إلى المؤسسات اللي تعمل على نشر الوعي بالمجتمع. هي مسؤولية مؤسسات المرأة، مسؤولية مؤسسات الإدارة، ومسؤولية الأمن، إنه يتم الحفاظ على استقرار العلاقة الأسرية في هذه المنطقة، ضمن إطار إنه ولو إنه العلاقة هي ما هي علاقة متوازنة بين الرجل والمرأة، في تمييز، في فرق كبير. حكم الرجل هو لا زال مسيطر على كل مفاصل الحياة. طبعا الوضع متفاوت بين أسرة وأسرة، لكن لا زال الرجل هو المسيطر. الذهنية الحاكمة هي لا تزال ثقافة الذكورة، بالتالي المشاكل بدها تستمر طالما هذه الذهنية، طالما هذه الفكرة مسيطرة في الحياة، فالمشاكل بدها تستمر. لذلك لازم نحن نعرف كيف نواجه هذه المشاكل. شو بيكون؟ يعني الشعور بالآخر يؤدي إلى ضبط النفس وعدم ممارسة العنف. لمجرد ما تعلي صوتك على الطفل مثلا وتعلي صوتك على المرأة، حط حالك بداله وتذكر انه انت لما كنت طفل وحدا يصرخ عليك ويعلي صوتك ويضربك كف، شو النفسية اللي انت تعرضت لها. تذكر هاي الايام وشوف انك شوي شوي رح تبتعد عن هاي الاساليب كلياتها. فبدل ما تصرخ على الطفل الصغير تمسكه تحكي معه، تتواصل، يعني بيكون في وسيلة تواصل بحيث انه هو يفهم الكلمة بدون ما ترفع ايدك عليه. والمرأة كمان نفس الشيء، يعني انت خذ الموضوع على انه المرأة هي شريكة حياتك وليست زوجتك. يعني لمجرد ما تقول زوجتي صارت ملكك، لمجرد هي ما تقول زوجي صار ملكك. شركاء الحياة هو المصطلح الأصح. مع بعض انتم تبنوا الحياة، مع بعض عايشين، مع بعض تحلوا كل القضايا والمشاكل الموجودة. فلمجرد انه انتم تغيروا بالمصطلحات وتفكروا بيها، رح تشوفوا انه هاي المصطلحات تؤدي الى حقيقة عملية وعي تؤدي الى انهاء العنف.
فمع شركاء الحياة غير ممكن الواحد يفكر إنه يرفع إيده عليه أو يرفع صوته عليه أو يضربه أو يتصرف معه بعنف. ليش؟ لأنه ما بيشوف من حقه يتصرف بهذا الشيء، أما لما بيشوف إنه هي ملك له، بيشوف حاله من حقه إنه يضرب ويهين ويقتل. يعني المنطق لدى الرجل مثلا لما بيدفع المهر بيقول أنا دفعت عليها كذا، بالتالي هي ملكي، هي ملكي تماما، وأنا سجلتها باسمي. فلمجرد ما سجلها باسمه خلاص معناته من حقه يضربها ويهينها ويقتلها ويغتصبها. بالحياة نحن لما ما نغير معناته ما حققنا الثورة، غيرنا السلطة بس. يعني كانوا ناس عم بيديروا هذا البلد ولا اجوا ناس غيرهم عم بيديروا بنفس الأساليب. وأخطر شيء، أخطر يعني من أكثر من حرب تركيا علينا، أكثر من حرب داعش علينا، لما نحن ما نغير بالحياة وما نحقق الثورة الداخلية الثقافية والأخلاقية. إذا ما نغير بهاي الثقافة ما نعمل ثورة معناته نحن ما حققنا. أنا ما بيهمني، يعني ما بيهمنا إنه كان فلان بالسلطة ولا علان. بيهمنا إنه هذا الفلان شو كان يتصرف والعلان شو صار يتصرف. هاي هي الثورة الحقيقية، إنه نحن لما نقدر نغير بالسلوكيات والثقافة والتصرف معناته نحن غيرنا، معناته حققنا الثورة. فالمعيار اللي حاليا العالم كله عم يتحدث فيه بموضوع ثورة روجافا أو ثورة شمال وشرق سوريا، عم بيتم الحديث عن المساواة بين الجنسين. هي أكبر ثورة نحن حققناها، والعالم كله عم بيشهد على هذا الشيء. لكن إلى جانب ذلك لما بنشوف البنت عم تقتل أحيانا، حوادث وانتحار، طالما هاي الحوادث موجودة معناته هاي المساواة اللي عم يتم الحديث عنها لسه ما تحققش. صح، في قواعد، في قوانين تجبر المجتمع على انه يتجهوا نحوها، لكن الثقافة لا تزال هي ثقافة قديمة. صار في مشاركة للمرأة بكل المؤسسات، لكن نفس المرأة اللي هي عضوة بمؤسسة معينة تواجه تتعرض للعنف في منزلها. نفس الرجل اللي بالمؤسسة يوميا بيحكي بحرية المرأة والمساواة بيروح على البيت بيمارس العنف. ما تقول ما لنا خبر، نعرف ان التصرفات هي موجودة والثقافة لا تزال موجودة. كم واحد منكم بيقرأ كتاب مثلا اللي لازم كمؤسسة أمنية حقيقة هي تراجع نفسها فيها، وكأفراد أنتم تراجعوا نفسكم فيها، حتى يصير في اعتدال بالحياة، حتى يصير في مساواة، حتى يصير تتحقق الثورة اللي نحن عم نتحدث عنها. فضمن هذا الإطار يقول إنه لازم ما نحصر هذه النشاطات في يوم واحد بس وفي ساعة واحدة. لازم يكون في عنا حرص دائم على إنه نحن نحب نثقف نفسنا. ناقشوا فيها، ناقشوا الأفكار، كل مرة ناقشوا مصطلح، شو هي الحياة التشاركية؟ اقعدوا ناقشوها. خلي يصير موضوع أساسي بيناتهم. شو هي الحياة التشاركية بين الزوجين؟ شو هي الحرية؟ شو هي المساواة؟ هالمصطلحات هي لازم تناقشوها وتتعمقوا فيها. ما هو العنف مثلا؟ ابحثوا فيها عندكم. فلذلك ضمن هذا الإطار نتمنى لكم حياة جديدة، وتبدأوا بسلوكيات جديدة، سواء كان بإطار عملكم أو إن كان ضمن إطار الأسرة. والمؤسسة الأمنية لازم تتابع أوضاع الأسرة نفسها،
أسر أعضاء. بأي أسرة في مشكلة لازم يتحاسب عليها. هاي المؤسسة الأمنية خذوها قاعدة. تكونوا مسؤولين عن تصرفات أفرادكم في الأسرة، يعني أعضاء المؤسسة في الأسرة نفسها. وبالتوفيق لكم.